بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أبطالنا اليوم وصلنا إلى حلقة مميزة جدا جدا، وهي آخر حلقة بالفصل الخامس إن شاء الله والخاتمة، اسمها الهندسة الوراثية. الأبطال، من أهم المواضيع بالكتاب نعتبره هو أكثر موضوع تطورا بعلم الوراثة هو الهندسة الوراثية، وطبعا أنا سابقا مسوي لكم عليه الهندسة الوراثية ومتطرقين عناك على الهندسة الوراثية. إذن يا أبطال، اللي أريده من عندك هذا الموضوع هو للفهم. تعال خلينا نفهم شنو تقنيات الهندسة الوراثية. يجيني سؤال باوع بالبداية، واحد يقول أستاذ ما المقصود بالهندسة الوراثية، أو يجيني تعريف أستاذ عرف لي الهندسة الوراثية. الأبطال، أنا متطرق على هذا الموضوع. تعال أنا وياك نقرأ تعريف الهندسة الوراثية. شو يقول؟ يقول هي تقنية تغيير تركيب الوراثي للخلايا الحية. أبطالنا، هي تقنية أوكي، راح يصير تغيير التركيب الوراثي للخلايا الحية. إذن أنا وياك هاي الخلية الحية راح نغير بمن أبطالنا بتركيبها الوراثي. تمام، ليش او شلون استاذ؟ من خلال اولا تريد تقدر من خلال ازاله بعض الجينات. تمام، انا وياك نزيل بعض الجينات من عندها، او تهجين جزيئة دي ان اي جديده، تهجين جزيئة دي ان اي جديده، جزيئات ال دي ان اي جديدة. تمام، منها او نضيف لها او تحويرها بغية. ليش استاذ؟ ليش انت جاي تلعب بالمادة الوراثية مال الخلية الحية؟ بغية يعني على مود شنو هي؟ تمكن الخلايا او الخلية او الكائن من اكتساب صفة مرغوبة. أنا اليوم ألعب بالمادة الوراثية على مود اكتسب صفة مرغوبة. زين، واحد يقول لي أستاذ هذا التعريف على عينه وعلى راسي، تقنية تغيير التركيب الوراثي. راح تغير التركيب الوراثي للخلية الحية عن طريق إزالة بعض الجينات أو ضيف لها جينات أو تحور جيناته. لو تزيل لو ضيف لو تحور جيناته بغية تمكن الخلية من اكتساب بعض الصفات الوراثية. زين أستاذ، تقدر تقول لنا ما هي مستلزمات الأساسية للتقنية الوراثية؟ شلون أقدر أسويها؟ واحد يقول لي شلون تزيل جينات، واحد يقول لي شلون أضيف جينات، واحد يقول لي شلون تحور جينات. إذن نبدأ أنا سؤال، ما هي مستلزمات أبطالنا؟ ما هي مستلزمات الأساسية علما لتقنية الهندسة الوراثية. لابطالنا، أو مو أستاذ مو إلا بهالصياغة. يجيني السؤال شي يقول لي مو إلا ما يقول لي ما هي خطوات الهندسة الوراثية، أو سؤال ما هي خطوات الهندسة أبطالنا شنو؟ الهندسة الوراثية. عندنا 4 خطوات للهندسة الوراثية. تمام، نقدر عن طريقها نضيف جين أو نغير جين أو نحور جين. اللي هنا تمام 4 خطوات، هو كاتب 1 2 3 4. الأبطال، لأن ال4 خطوات قبل لا أدخل لك بيهن راح شو أسوي؟ راح أشرح لك تجربة، وهاي التجربة بس واحد يقول أستاذ اكتب لي لا، هي طريقة تقطيع جزيئة الدي ان اي الذي يحمل الموروث الناقلة، وذلك بواسطة أحد أنزيمات القاطعة ناقل مناسب. راح لو أعطيك من أنا بعد 4 أيام تدرخل ما يندرخل، راح أطلع لك ورقة جديدة وأشرح لك في تجربة. تمام، وهاي التجربة تثبت بأنه عندنا إحنا الأبطال، إيش عندنا بهاي التجربة؟ تثبت بأنه إحنا لازم نحتاج إلى تقنية الهندسة الوراثية وكيف نستخدمها. إحنا نعرف مرض
السكر. طبعا هاي التجربة موجودة اللي هي بالكتاب، طبعا هاي التجربة الكتاب بشكل رسم، طبعا بالكتاب صفحة يمكن 256 أو 266 أعتقد، تمام. هي صايرة برسم والرسم للاطلاع. طبعا هاي التجربة أنا راح أنقل لك إياها نقلا، هي هاي التجربة للاطلاع بس وداعتك إياها هاي تفهمك كل الموضوع. كل إحنا نعرف مرض السكري، مرض السكري مرض وراثي. يعني خلايا الكبد اللي هي صايرة عبارة عن جزر يسموه جزر لانجرهانز، تمام. خلايا الكبد راح تتوقف عن إنتاج الإنسولين، بالتالي راح تسبب مرض السكري. أوكي، إذن وما أنه مرض السكري اللي هو مرض وراثي، إذن جين الإنسولين إيش بيه؟ راح يتعطل تعطيل. العلماء سووا أو شلون استثمروا، شو استثمروا؟ إنه التقنيات الهندسة الوراثية لإنتاج الإنسولين. راحوا جابوا خلية الطانة، راحوا جابوا خلية إنسان. هذا الإنسان ما بي أي شيء، سليم، يعني ما بي مرض السكري. هاي خلية كبد مال إنسان، هاي النواة الأبطال، هاي النواة، أوكي. وهذا الدي ان اي، وهذا شنو الدي ان اي مالتها، هذا شنو طهنا، هذا الدي ان اي. هذا الشخص بي سليم، خلية شخص سليم من مرض السكري. وهاي هاي خلية مال كبد مالته. ايش سووا من هاي الخلية؟ اول شغلة سووها عزلوا ابطالنا، عزل الدي ان اي، عزل الدي ان اي. استاذ ليش عزلوا الدي ان اي؟ راح اقول لك ايش سووا. عزلوا الدي ان اي مال هاي الخلية اللي يحمل جين الانسولين. هذا الدي ان اي الذي يحمل جين الانسولين، هذا جين الانسولين، تمام. عزلوه. لذلك شوف ايش سوى، هو دي ان اي انسان يحتوي على جين الانسولين. هذا شنو هذا الابطال؟ هذا دي ان اي خليني كتب عدل، دي ان اي انسان يحتوي على جين الانسولين. اوكي، بعدها استاذ راح تدخل هنا هندسة او التقنية الهندسية الوراثية. اول شغلة، اول مرحلة انا وياك راح يقطع الدي ان اي بواسطة انزيم قاطع. اول مرحلة الابطال يقطع الدي ان اي بواسطة انزيم قاطع. هاي اول مرحلة. هذا الدي ان اي انا ما اريد كل الدي ان اي، شو اسوي بيه؟ انا اريد فقط الجين المسؤول عن انتاج الانسولين. على مود شنو استاذ؟ ليش قطعته؟ على مود اطلع جين الانسولين في الانسان. اطلع شنو؟ اطلع جين الانسولين في الانسان. هذا على مود احصل على جين الانسولين وين ابطالنا؟ في الانسان. اذا اول مرحله يقول يقطع الدي ان اي بواسطه انزيم قاطع. استاذ ناخذ الانزيمات القاطعه، شلون ما راح ناخذ الانزيمات القاطعه؟ عباره عن بروتينات بكتيريه بطانه، هاي تؤدي الى تقطيع الدي ان اي. قطعنا الدي ان اي، طلعنا جين الانسولين، تمام. بعدها هسه احنا عندنا جين المسؤول عن انتاج الانسولين جاهز. بعدها انا وياك راح نروح نجيب بكتيريا. شو نجيب ابطالنا؟ بكتيريا، خليه بكتيريه. دائما احنا نستخدم تجاربنا الخليه البكتيريه اللي هي الاشريشيا كولاي، بكتيريا القولون، تمام. تتذكر الابطال بالبكتيريا ايش عندنا؟ يا بطل يتذكر البكتيريا عندنا الخليه المعطيه والخليه المستلمه. عندنا هاي الماده الوراثيه، وعندنا بالبكتيريا اللي هو عامل الخصوبه اللي نسميه البلازميد. تذكرت؟ مو عامل الخصوبه اللي موجود بالخليه المعطيه، تمام. راح شو نسوي؟ راح نعزل الدي ان اي، عزل الدي ان اي، يعني حكي بيناتنا نطلع عامل الخصوبه من البكتيريا. طلعناه عامل الخصوبه من البكتيريا. بعدها شوف نرجع نفس المرحله ابطال، يقطع الدي ان اي بواسطه انزيم قاطع. يقطع الدي ان اي بواسطه انزيم قاطع.
ليش استاذ تريد تقطع عامل الخصوبه او البلازميد؟ انا اقول لك ليش. انا اريد هذا عامل خصوبه او بلازميد يحتوي على مساحه قدرها جين، يكون عنده فراغ مساحه قدرها جين. ليش؟ باوع على مود ابدي الحم جين الانسولين بالبلازميد، يعني ابدا انا الحم دي ان اي الانسولين بالبلازميد، راح تصير ابطالنا راح شو يصير عندي؟ يسموها اطراف دبقه. اطراف دبقه. انا راح شو اسوي؟ راح الحم باوع، هي هاي الخطوه اللي بعدها، هي اول شيء قطعت، هسه الحم ابدي هذا البلازميد. شو الحم وياه؟ الحم وياه جين الانسولين، اللي هي شو يسمون هاي الخطوه الثانيه؟ ربط جين مع البلازميد بواسطه انزيم لاحم. ثانيا ربط الجين مع البلازميد بواسطه انزيم رابط او لاحم. اوكي، هسه انا ربطت دي ان اي الخليه البكتيريه بمن؟ بدي ان اي الانسان، مو اخذت البلازميد مال الخليه البكتيريه ربطت عليه جين الانسولين. ابطالنا هذا له تسميه، هذا التركيب له تسميه. اي نعم، التسميه الاولى مرات تسمع دي ان اي معاد التركيب. هذا ليش استاذ معاد التركيب؟ انت ربطت البلازميد او دي ان اي البكتيريا ويا من؟ ويا دي ان اي الانسان. او مرات تسمع البلازميد معاد التركيب، تسمع كلمه بلازميد معاد التركيب هو هذا. او مرات تسمع او يسمونه ار دي ان اي، يسمونه المهجن. يسمونه شنو ابطالنا؟ المهجن. الار دي ان اي شنو؟ المهجن. اذا هذا التركيب الناتج من اجتماع دي ان اي يختلفان، اللي هو دي ان اي الانسان جين الانسولين ودي ان اي البكتيريا، يسمونه اما دي ان اي المعاد او بلازميد المعاد التركيب او الدي ان اي المهجن اللي يسمونه ار دي ان اي. تمام، زين. بعدها راح شو نسوي؟ راح هذا الدي ان اي المهجن او الار دي ان اي ندخله الخليه بكتيريه، ندخل من ابطالنا الخليه بكتيريه. هاي الخليه البكتيريه، تمام، وهذا الدي ان اي المعاد التركيب، هذا الدي ان اي المعاد التركيب او يسمونه الار دي ان اي اللي يحتوي على جين الانسولين. يقول ادخال الابطال، ادخال البلازميد التركيب او معاد التركيب او ادخال ار دي ان اي الى خليه بكتيريه، الى الخليه البكتيريه المضيفه او العائل. تمام، زين. اللي هي هاي شنو؟ هاي بكتيريا معاده التركيب. بعد هاي شو نسميها؟ حتى هاي البكتيريا طببت لها البلازميد اللي يحتوي على جين الانسولين يسمونها بكتيريا معاده التركيب. لهنا تمام. بعدها ابطالنا هاي البكتيريا، استاذ العزيز الكاميرا كلها طالعه بيها، تمام. بعدها هاي البكتيريا يا ابطالنا راح شي يصير بيها؟ راح تتضاعف. هاي البكتيريا يقول تتضاعف الخليه البكتيريه، هي بطبيعتها، تمام، منتجه ابطالنا، منتجه خلايا جديده، تمام، تحتوي على جين الانسولين، تحتوي على جين الانسولين المرغوب فيه. احنا نريد نكثر جين الانسولين، تمام، المرغوب فيه. اذا راح اطلع خلايا بكتيريه. طبعا خلايا بكتيريه، هاي الخلايا البكتيريه تحتوي على الابطال، هاي الخلايا البكتيريه تحتوي على جين الانسولين اللي هو المرغوب فيه. هذا بكتيريا قادرة على انتاج شنو؟ الانسولين. هاي بكتيريا قادرة على انتاج الانسولين. استاذ هاي تقنية الهندسة الوراثية ودعتك، هاي تقنية الهندسة الوراثية، هاي التجربة مالتك اللي اطلع اعيد لك اياها على السريع. جبت خلية
بنكرياس كل شيء ما بها صاحيه، اخذت من عتها جين الانسولين. جبت انت تريد تضاعف هذا الجين، شلون تضاعفه؟ راح تروح تجيب خليه بكتيريه، تاخذ من عتها البلازميد، تدمج جين الانسولين مع البلازميد، صار عمليه الدمج. بعدها شو يصير؟ راح تربطهن، يقول ربط الجين مع البلازميد بواسطه انزيم لاحم، يسمونه هذا الدي ان اي المعاد التركيب او الار دي ان اي، وبلازميد معاد التركيب. بعدها تروح تغرسها بمن ادخال البلازميد المعاد الى الخليه المضيفه. بعدها تبدا هاي الخليه تتضاعف على مود يتضاعف بداخلها هو جين الانسولين. متفقين؟ تجربه سهله لو صعبه؟ تمام. هسه هاي التجربه اريدك تخليها امامك، اوكي؟ نبدا انا وياك شو نسوي؟ تعال على تقنيه الهندسه الوراثيه، او ما هي الخطوات. اول خطوه، شوف مو المشكله خطواتها كلها بشكل عام. اولا يقول تقطيع جزيئات الدي ان اي الذي يحمل الموروث المراد نقلها. تقطيع جزيئات الدي ان اي، راح نقطع جزيئات الدي ان اي الذي يحمل الموروث المراد نقل، وذلك عن طريق شنو ابطالنا؟ احدى الانزيمات القاطعه. هاي اول مرحله. تعال يا بطل، تشوف انت اول مرحله سويتها لو لا؟ ما قطعت الدي ان اي على مود تطلع الجين المرغوب فيه لو لا، اللي هو جين الانسولين لو لا، بواسطه انزيمات قاطعه. اوكي، هاي النقطه الاولى فهمناها. اوكي، النقطه الثانيه يا ابطال، النقطه الثانيه شو يقول؟ يقول ناقل مناسب يحمل القطعه الجديده. شو يقول ابطالنا بالنقطه الثانيه؟ ناقل مناسب يحمل القطعه الجديده من الدي ان اي. ناقل مناسب يحمل القطعه الجديده من الدي ان اي. تمام. ويتم ذلك من خلال اتحادها مع دي ان اي الناقل. تمام. بمساعدة انزيم لاحم، بحيث تمتاز القطعة المهجنة اللي هي القطعة المهجنة RDNA بمن تمتاز؟ بقابليتها على التضاعف داخل الخلية. بقابليتها على التضاعف داخل الخلية المضيفة. تعال استاذ، هاي وين اخذناه؟ تعال اخذناه. ليش؟ ناقل مناسب. من الناقل المناسب؟ البلازميد. هذا راح تجيب بلازميد من خليه بكتيريه. يقول ناقل مناسب، يابا جبت لك ناقل مناسب يحمل. شو يسوي هذا الناقل المناسب؟ يقول يحمل قطعه الدي ان اي الجديده. هذا الناقل راح يحمل لك شنو ابطالنا؟ يحمل لك الجين الانسولين. زين، شلون يحمل الجين الانسولين؟ وذلك او من خلال اتحاد دي ان اي ناقل. راح يتحد البلازميد دي ان اي ناقل مع من؟ مع الدي ان اي الجديد اللي تريد انت تنقله، بواسطه انزيم لاحم. بواسطه شنو ابطال؟ انزيم لاحم. بحيث تتميز القطعه المهجنه. هاي القطعه المهجنه بما تتميز بتضاعف او بقابليه تضاعفها داخل الخليه. وبالفعل القطعه هاي المهجنه اللي يسمونها الار دي ان اي تتضاعف داخل خلايا البكتيريا. لما تتضاعف. تمام. بعد استاذنا شوفوا لي الخطوه اللي بعدها. رابعا ثالثا يقول وسيله لادخال القطعه المهجنه بضمنها القطعه الحامله للموروث المراد نقلها. ثالثا وسيله لادخال القطعه المهجنه او الهجينه اللي هي ار سمول دي ان اي. ايش بيها؟ وبضمنها
القطعة الحاملة الموروثة. المراد نقلها إلى الخلية المضيفة. تعال أبطال، أنا هاي القطعة المهجنة بقيها برا لو لازم أدخلها؟ البلازميد المعاد التركيب أو الدي ان اي المعاد تركيبه بقي برا، لازم لو أدخله لازم عندي ثالثا وسيلة لإدخال القطعة المهجنة من أبطالنا إلى الخلية المراد نقلها أو للخلية المضيفة. هاي الخلية المضيفة. أوكي، آخر شيء رابعا يا أبطال وأخيرا هي الكشف أو طريقة الكشف عن خلية، طريقة الكشف عن الخلية المضيفة وأجيالها الحاملة للقطعة الهجينة المرغوبة وعزلها عن بقية أفراد المستعمرة، بقية أفراد المستعمرة التي لا تحتوي على تلك القطعة. هسه أنا راح أعلمك شو طريقة الكشف عن البكتيريا الحاوية على جين الإنسولين والبكتيريا التي لا تحتوي على جين الإنسولين، وذلك عن طريق المسمار أو المجس. اللي هنا تمام. إذن سؤال وزاري عندي يقول، ما المقصود بالهندسة الوراثية؟ تعريف الهندسة الوراثية. تمام. وما هي خطوات الهندسة الوراثية أو مستلزمات الأساسية لتقنية الهندسة الوراثية؟ 1 2 3 4. قبل لا أشرح لك شلون أكشف عن الخلية التي تحتوي على جين الإنسولين، راح عند بعض المصطلحات لازم أبين لك إياها، نخاف يجي تعريف بالوزاري. قالوا يا عند بعض المصطلحات قبل لا أخذ لك عملية الكشف عن البكتيريا التي تحتوي على جين المراد أو المرغوب فيه اللي هو جين سكر أو جين يسمونه جين السكري، تمام، اللي هو جين الإنسولين. راح ناخذ بعض المصطلحات. أول مصطلح عندنا الإنزيم اللاحم. يقول هو إنزيم، طبعا هو الإنزيم اللاحم. هذا الإنزيم اللاحم باخر نشوفك إياه، اللي يلحم البلازميد مع من؟ يقول ربط الجين مع البلازميد بواسطة إنزيم لاحم. هذا شنو تعريفه؟ يحفز على تكوين أواصر تساهمية في الهيكل السكري الفوسفاتي للحوامض الأمينية. أنت عندك الحامض الأميني، هسه أنت عندك هذا شريط الدي ان اي. شريط الدي ان اي اللي هو مو شنو شريط الدي ان اي؟ عبارة عن قواعد نيوكليوتيدات، اللي هو أدينين سكر فوسفات. هذه يكون أواصر تساهمية في الهيكل السكري. عمود يربط شنو؟ يربط دي ان اي، على مود يربط دي ان اي أو جين المرغوب به مع البلازميد، يكون منه أواصر تساهمية مع فوسفاتية. عمود يصير عملية الربط. اوكي، شو يصير ربطنا اياه؟ عملية الربط. اوكي، اذا هو انزيم يحفز تكوين أواصر تساهمية في الهيكل السكري الفوسفاتي للحوامض. زين، احنا سبق وان اخذنا انياك اللي هو الار ان اي او يسمونه المهجن او الدي ان اي معاد التركيب او البلازميد معاد التركيب. تعال خلينا نعرف تعريفه. هو جزء من الدي ان اي. حلو، هذا هو جزء من الدي ان اي. تمام، هو جزيئة من الدي ان اي. ابطال راح اخلي لك هنا. يشكل من التصاق 2 من جزيئات الغير متجانسة، ويطبق عادة على جزيئة الدي ان اي المنتجة خارج. تعال، يقول يشكل من هذا اجي الار ان اي من انطباق جزيئتين من الدي ان اي الغير متجانسة. فعلا انت طابقت جين الانسولين مال الانسان ويا بلازميد البكتيريا. حلو. ويطبق عادة على جزيئات الدي ان اي المنتجة خارج جسم الكائن الحي من خلال ربط جزيئات الدي ان اي لكائنين مختلفين. انت ربطت جزيئات الدي ان اي لكائنين، هذا مال الانسان جين الانسان ابطان، هذا جين الانسان وهذا جين شنو؟ وهذا البكتيريا. نسميه ابطان شنو؟ دي ان اي
او ار دي ان اي. زين، هسه نجي على الانزيمات القاطعه. هاي الانزيمات القاطعه كل ساعه نستخدم كلمه انزيم قاطع يقطع الدي ان اي، انزيم قاطع يقطع الدي ان اي. تعال انزيمات، يقول هي بروتينات بكتيريه تستخدم للتعرف على تتابع قواعد او تتابع معين من القواعد النيتروجينيه. اوكي، اول شغله الانزيم القاطع لازم يكشف لي من القاعده النيتروجينيه اللي اريد استخرجها. تمام، مثل هسه انا عندي هذا دي ان اي كامل مال من؟ مال خليه البنكرياس. خب شو اسوي بيه انا دي ان اي كامل؟ اول شيء يكشف لي يا جين اللي اريد استخدمه اللي هو جين شنو؟ اعطانا جين الانسولين. بعدها يقطع لي اياه، يقطع لي جين الانسولين ويطلع لي اياه. لذلك شو يقول؟ يقول وتقطيعها كما تعمل هذه الانزيمات على كسر الاواصر الفوسفاتيه الداخليه للدي ان اي، وتستخدم الانزيمات القاطعه في تقنيه الهندسه الوراثيه. هسه هو مو عرفه، من عرف هذا الجين راح شو يسوي؟ راح يبدي يقطع الدي ان اي، يطلع لك بس الجين من خلال تكسير اواصر الفوسفاتيه اللي هي هاي الاثر الفوسفاتيه الدني اللي هي فاسفوت وهم نفس العمليه جوانين سيتوسين فوسفات. تمام، يقطع الاواصر الفوسفاتيه بحيث يقطع الجين، يقول لك هذا الجين المسؤول او اللي انت المرغوب فيه، المرغوب. زين، عند بعض النواقل المستخدمه، النواقل هسه احنا بتجربتنا استخدمنا منو الناقل؟ استخدمنا البلازميد ناقل، بدليل الجين مال الانسولين اتحد مع البلازميد. تمام، مو هسه احنا الناقل مالتنا منو؟ البلازميد. زين استاذ هو الناقل فقط البلازميد؟ لا، عندنا ناقل بكتيريا اسمه العاتي او اللاقم. هي اشياء بسيطه التركيب تصيب البكتيريا وتحللها وتبقى خامله، وتحتوي على اشرطه الدي ان اي مزدوجه او مفرده، وقد تحتوي على دي ان اي مفرد مثل على ذلك العاتي. يعني مثال على ذلك الناقل هو اللامبد. ابطالنا خليه بدائره، يقول لك مثل لما ياتي، مثل لعاثي. يعني منو العاثي؟ يعني الناقل او اللاقم او البكتيريا الناقله. مثل هسه احنا من ساعه استخدمنا البلازميد ما استخدمنا هذا النوع اللي هو شنو ابطالنا؟ عندنا ناقل اسمه اللامبد. زين، اوكي، هسه تعال خليتها اللامبد مثل العاثي. عندنا ناقل ثاني وهو شنو ابطالنا؟ البلازميد. البلازميد خوب احنا نعرفه من الفصل الثالث، اللي هو قطعه دائريه صغيره من الدي ان اي، تمام، او عامل خصوبه، يوجد في العديد من البكتيريا. زين شنو المميزات؟ طبعا هذا وزاري، اكتب عليه وزاري مهم، عرف البلازميد وعدد مميزاته. اولا يحمل عدد قليل من الجينات المسؤوله عن بعض الصفات. البلازميد من مميزاته ما يحمل هواي جينات، مثلا ساعه حملنا يا جين الانسولين هذا اوكي، يتضاعف ذاتيا بصوره مستقله عن الكروموسوم. من مميزاته سواء مو بداخل البكتيريا مو بها كروموسوم وبلازميد. البلازميد له القابليه على التضاعف بصوره مستقله، يعني يتضاعف بوحده خلافا عن الكروموسومات. اوكي، يمكن نقله من البكتيريا لاخرى ولكائنات اخرى. يعني هسه هذا البلازميد اقدر انقله، بدليل باع شلون نقلناه؟ طلعناه من البكتيريا ودمجنا وياه شنو؟ جين الانسولين، ورجعناه البكتيريا وتضاعف كلش طبيعي بصوره مستقله. اذا مميزاته جدا مهمه، مميزات شنو؟ جدا مهمه. اللي هنا اوكي ما عندنا اشكال. هذه بعض المصطلحات. هسه تعال على المجس او المسمار او المجس او المسمار. يقول هي احدى النواقل المستخدمه، طبعا هذا وزاري 2013 جاي اعتقد. عرف المسمار او المجس، هو احدى النواقل المستخدمه في تقنيه الهندسه الوراثيه. اما جزيء الدي ان اي او ار ان اي احاديه السلسله ومعلمه بنظير الفوسفار المشع ومكمله لتتابع الدي ان اي المرغوب فيه. خلنا اسولف لك سالفه، هي هذه يخص النقطه الرابعه من الساعه. دني البكتيريا اللي كونتهن، الابطال. هاي البكتيريا اللي تكونن كلهن يحتوون على جين. ابطالنا ذني كلهن يحتوون اللي تكونن كلهن بيهن جين الفسفور، جين الانسولين؟ لا الابطال، ذني كلهن بيهن جين الانسولين؟ لا، مو كلهن يحتوون على جين الانسولين. اكو قسم يحتوي على جين الانسولين وقسم لا يحتوي على جين الانسولين.
تمام. زين انا اريد اطلع فقط البكتيريا التي تحتوي على جين الانسولين، اريد استخرج البكتيريا التي تحتوي على جين الانسولين. واحد يقول استاذ شلون تقدر تدبر هاي؟ سهله، بواسطه المجس او المسمار. شنو استاذ هذا المجس او المسمار؟ اول شغله المفروض تعرفه، المجس او المسمار اما يكون دي ان اي احادي السلسله، اما دي ان اي احادي السلسله او ار ان اي. هذا الدي ان اي له القابليه على ومعامل بنظير الفسفور المشع، على مود تكتشفه، يعني له القابليه على اخراج لون، يعني بلون هذا الدي ان اي، هذا يسمونه المجس او المسمار. راح تاخذ هذا، شو تسوي؟ راح يتطابق ويا دي ان اي البكتيريا، يعني ويا جين الانسولين. هذا جين الانسولين، هذا جين الانسولين، هذا جين الانسولين. تمام. هذا جين شنو بطلنا؟ الانسولين. راح يرتبط مثلا ادينين، جوانين، سيتوسين، ثايمين، ادينين، ثايمين. تمام. هذا راح يجي من وين؟ هذا المجس راح يرتبط الادينين ابطالنا، الادينين ثايمين، الجوانين سيتوسين. تمام. السيتوسين جوانين، الثايمين ادينين ثايمين ادينين. راح يتطابق هنا. من الطابق من اذا هاي الخليه اخذت شنو؟ اذا هاي الخليه اخذت هذا الدي ان اي او الار ان اي، تمام، المشع، اذا اخذته خليته بصفها، باو عليه، اخذته خليته بصفها. هاي البكتيريا اذا اخذت هذا الجين، اذا هاي البكتيريا تحتوي على جين الانسولين، لان جين الانسولين الطابق وياها، بالتالي هو هذا مشع، اذا تحتوي. زين، اجت بكتيريا ثانيه ما اخذت المجس، اذا ما اخذت المجس اذا تبقى غير مشعه، بالتالي شنو بطلنا؟ ما راح اختارها. اذا انا اختار فقط البكتيريات اللي يطابق وياها المجس المشع. المجس شنو؟ المشع. اوكي. لذلك شو يقول؟ هو احد النواقل المستخدم في تعيين الهندسه او في تقنيه الهندسه الوراثيه، اما جزيئه من الدي ان اي او الار ان اي احاديه السلسله، بشرط معلمه بنظير الفوسفور ومكمله لتتابع الدي ان اي المرغوب فيه المطلوب. هذا الدي ان اي راح يتطابق ويا جين، بشرط يتطابق ويا جين الانسولين. من يتطابق داخل البكتيريا مع جين الانسولين، وهذا راح يكون شنو؟ حيث نتيجه ارتباط المجس مع قطعه الدي ان اي يتكون حلزون مزدوج مشع. شو يتكون؟ حلزون مزدوج. هذا راح يبقى يشع داخل البكتيريا. اذا اعرف انه هاي البكتيريا تحمل جين الانسولين لهنا. تمام. اذا هسه ايش بعد لي؟ بعد اخر شيء استاذ تطبيقات الوراثه الهندسيه. عندي 10 تطبيقات، تمام، بالوراثه الهندسيه. ابطالنا من ال10 تطبيقات يكتب عليها 5 فقط. اريد 5 تطبيقات من عته. ذن ابطال اخر شيء ذني اكتب عليهن 5 فقط تطبيقات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اريد 5 فقط. منو اسهل 5 الك اكتبه. وصلنا الى نهايه الحلقه، بس قبل لا اوصل الى نهايه الحلقه عندي فت حديث خاص وياك يا ابطال. بعد ما وصلنا الى الحلقه الاخيره بالمنهج، حاب اقول لك فسر. اللي انت سويته مو شيء سهل، واللي انت جاي تقدمه مو شيء سهل. اي شخص يحاول يكسر من عندك او يكسر معنوياتك، يقول لك يلا انت شو مسوي وشنو هي الدراسه وهسه انا راح، لا ابطالنا، اذا هذا ما خاض المعركه اصلا. اللي انت جاي تسوي فعلا معركه حقيقيه. بعض الاقاويل تقول ساحه المعركه ولا ساحه الامتحان او قاعه الامتحان. تمام. اللي احنا جاي نقدمه يا ابطالنا الله يكون بالعون عليك. تمام. جاي نقدم في شيء جدا كبير ويليق بك. الله سبحانه وتعالى يضع اقوى المعارك لافضل الجنود، وانت افضل الجنود. اذا هاي اقوى المعارك اللي سويتهن، انت افضل الجنود. فحسب حسابك انت قيمتك المعنويه جدا جدا عاليه. ما دام وصلت لهالمرحله فانت مسوي انجاز جدا عظيم. بس اللي اريده من عندك شغله بسيطه، كمل انجازك. استاذ اكو معوقات، فعلا اكو معوقات، الوقت ما يكفي، صح ابطالنا. واحد يقول الامتحانات قريبه، صح. واحد يقول استاذ لا المنهج كامل، صحيح.
بس لا تجعل الصعوبات تعيق رؤيتك، بل اجعلها حافز تحقيق انجازاتك او احلامك. خليها منافسه انت وصديقك، نشوف بهالوقت هذا من اللي يطلع معدل اكثر. انا بهالوقت هذا الضيق اريد اشوف انا اللي اطلع معدل لو صديقي اللي يطلع معدل. اني اريد احصر هاي اللي كلها لميتها انا من 1/6 ادرس لحد هسه، اريد هاي البذره الانجازات. فلا تستهان بروحك، اللي سويته مو شيء قليل، هسه فتره الحصاد. اللي اريده من عندك لا تستهزئ الوضعيه ولا تستسلم ابد. انت حققت 70% من حلمك، بقى هاي 30% عديها على خير، وخلي تكون هاي 30% جدا مميزه لك. استاذ اذا كانت اي عوائق احاول ارفعها، وبالتالي التجاء صحيح للماده مالتي وللدراسه مالتي، خلي تكون التجاء مميز تليق بيك. انت كملت جزء كلش كبير. احنا اليوم الحلقه الاخيره بالوراثه، ما بقى شيء، هاي انتهت تمام. انت بقت عندك بس فتره المراجعه، تضبط اللي قريته وتتوكل على الله ولا حد يعيقك تمام. وانجازك جدا عظيم، وحياك الله، وانا وياك لحد ليله الامتحان، ودمتم في امان الله يا ابطال، وكل ثقه بيكم، جدا جدا واثق بيكم. في امان الله.